السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، معكم إسلام من قناة إسلام ديزات. اليوم إن شاء الله بحول الله تعالى جيت نتكلم عن فريق اتحاد العاصمة الذي أحييه وأرفع له القبعة على هذا الأداء الرجولي الذي قدمه هناك في تنزانيا أمام فريق يونغ أفريقيا. صراحة حابين نتكلم كثير عن هذا الفريق وعن هذه المباراة، واليوم جات الفرصة بما أن اتحاد العاصمة تقريبا وضع قدم من أجل التتويج بكأس الكونفدرالية ومن أجل تعليق أول نجمة بإذن الله وبحول الله تعالى، تلك النجمة التي كانت تضيع كل مرة بطريقة غريبة وعجيبة، ولكن هذه المرة إن شاء الله ستكون من نصيب اتحاد العاصمة بحول الله تعالى. أول شيء يا جماعة نتكلم عن شخصية هذا الفريق وعن الجنرال المدرب هذا الذي أعطى نفس آخر لاتحاد العاصمة. صراحة فرق شاسع وساطع بين اتحاد العاصمة قبل بن شيخة واتحاد العاصمة بعد بن شيخة، فرق واضح كوضوح الشمس. لما نتكلموا عن مباراة اتحاد العاصمة يونغ أفريقيا، صراحة أنا كنت ننتظر مباراة صعبة جدا، ولكن ما رأيته في الميدان أمر مخالف ومغاير كليا. يعني أنت تخيل هناك 75 ألف تنزاني في الملعب ينتظرك هناك في تنزانيا أمام فريق يونغ أفريقيا، يعني أمر ليس بالسهل وليس بتلك البساطة، وأنا أقول ذلك بناء عن معطيات سابقة، بناء عن أندية جزائرية رأيتها كيف تلعب في الأدغال الإفريقية، ولكن اتحاد العاصمة أعطى مفهوم آخر، مفهوم مغاير عن مستوى الأندية الجزائرية، وهذا كله بفضل المدرب المحنك عبد الحق بن شيخة. في المباراة يا جماعة في البداية أول شيء تفاجأت بأن اتحاد العاصمة دخل في صلب الموضوع على طول، دخل يهاجم، دخل يبحث عن الهدف الأول، دخل من أجل زيارة شباك فريق يونغ أفريقيا. هناك عدة محاولات شفناها ضاعت، محاولة بوسليو صراحة لحد الآن لم أفهم كيف ضاعت. يعني شفنا بأن اتحاد العاصمة أرهب فريق يونغ أفريقيا في البدايات وجعل هذا الفريق يرتبك ويدخل في بعضه البعض. شفنا أن فريق يونغ أفريقيا كان يحاول أن يجابه اتحاد العاصمة، كان يحاول أن يبني هجمة منظمة، ولكن الاتحاد أبى أن يسمح له بذلك، لأن شفنا أن بنزازا قدم أداء خرافي. هذا اللاعب صراحة أنا بالنسبة لي اكتشاف الموسم، بنزازا لاعب خرافي في وسط الميدان، أينما ترى الكرة تجد بنزازا، والله العظيم أرفع له تحية وأرفع له القبعة هذا اللاعب، لأنه قدم أداء ومستوى مذهل في وسط ميدان اتحاد العاصمة، وافتك أكثر من كرة من فريق يونغ أفريقيا، طبعا دون نسيان شيتا الذي أيضا قام بعمل محترم رفقة بنزازا. شيتا طبعا خبرة كبيرة وسبق له أن لعب في المنتخب المحلي الجزائري. غير ذلك خلونا نتكلم عن دفاع اتحاد العاصمة. أنا شخصيا معجب كثيرا بدفاع اتحاد العاصمة. تتكلم على بالعيد، أنا بالنسبة لي هذا اللاعب مستواه مستوى منتخب وطني، مستواه مستوى منتخب أول، وطبعا دون نسيان أو دون تقليل من قيمته مستوى عليلات. هذا اللاعب المظلوم إعلاميا إلا أنه مستواه رائع جدا، مستواه راقي، يجيد الصراعات الثنائية، له تلك الشراسة في افتكاك الكرات، يعني لاعب متكامل. وطبعا الأظهرة لوصيف الذي أيضا يعتبر لاعب جيد، سبق له أن لعب في الدور الفرنسي في نادي أونجي، سبق له أيضا أن لعب رفقة جمال بالماضي، لاعب متميز خريج وتكوين مدرسة بارادو. وأيضا دون نسيان اللاعب رضواني، هذا الهداف الذي يسجل العديد من الأهداف، وهذا كله يعطيك نبذة عن دفاع وقوة دفاع فريق اتحاد العاصمة. بالنسبة للهجوم، هجوم خرافي. تتكلم عن اللاعب الناميبي أوريبوني، لاعب رائع، أراه بأنه صفقة الموسم بالنسبة لاتحاد العاصمة، ولو أن بداياته لم تكن تلك البدايات الجميلة، كان هناك بعض الانتقادات، ولكن هذا اللاعب من مباراة إلى أخرى أثبت بأنه صالح في الأدغال الإفريقية. طبعا دون نسيان بوسليو، ذاك اللاعب الذي لم يقدم ذاك الأداء الكبير رفقة شباب بلوزداد، إلا أنه رفقة اتحاد العاصمة ورفقة الجنرال أصبح له مستوى آخر ومغاير كليا. وهذا كله دون نسيان الهداف محيوس الذي زار الشباك في الدقيقة 32 ومنح التقدم لاتحاد العاصمة. هنا نعطيك نبذة على أن هذا الفريق قوي جدا، فريق قوي، مدرب قوي، يساوي فريق لا يخشى أحد، وهذا ما حدث في تنزانيا، وهذا ما حدث في تلك المباراة. اتحاد العاصمة دخل وهو لا يخشى الفريق التنزاني، ودخل وهو يعرف ماذا يفعل، وهذا الفرق بين الاتحاد وشباب بلوزداد. لأنه أنا شخصيا شفت عدة أنصار، يعني صراحة نقول لك كيفاش شباب بلوزداد لم يحقق ما حققه الاتحاد. لماذا شباب بلوزداد لم يصل على الأقل للنصف النهائي وخسر بتلك الطريقة أمام سان داونز؟ الفرق واضح، لما يكون عندك مدرب قوي ولاعبين أقوياء وأكفاء صراحة ستحقق ما تريد. ولكن
لاعبين وحدهم ما يكفوش. يعني بالنسبه لي انا شباب بلوزداد عنده لاعبين متميزين، ولكن المدرب ليس بذاك المستوى. زياده عن ذلك شباب بلوزداد لا يملك لاعبين هدافين. شباب بلوزداد كان يعتمد تقريبا على وامبا وايوارا في تسجيل الاهداف، اما البقيه لا شيء. الخير لا يسجل، ميرازيق لا يسجل، بوشار لا يسجل، كداد لا يسجل، كل لاعبين لا يسجلون ما عدا الثنائي وامبا وايوالا. ولكن في الجهه الاخرى وفي الضفه الاخرى اتحاد العاصمه كلهم يسجلوا. مزيان يسجل، بوسلي يسجل، محيوس يسجل، عليلات يسجل، بالعيد يسجل، رضواني يسجل، الكل يسجل، الكل يهدف، الكل يهدد. لذلك الاتحاد صراحه ارى بانه عنده شخصيه قويه وله مدرب رائع. حتى نركز أكثر على المدرب بن شيخة، هذا المدرب قام بعمل جميل، قام بعمل خيالي مع فريق الاتحاد. وناهيك عن التجربة التي يمتلكها بن شيخة سواء في قطر أو في تونس أو في المغرب، وفي كل المراحل اللي مر فيها حقق نجاحات. حقق في المغرب نجاحات، حقق في قطر نجاحات، وحقق أيضا في تونس نجاحات. لذلك هذا المدرب ليس بأي مدرب. أنا شخصيا بالنسبة لي هذا المدرب يجب أن يتم المحافظة عليه في الاتحاد العاصمة، يجب أن يتم تجديد له العقد مع اتحاد العاصمة، لأنه في الموسم القادم ربما قد يقودكم ليس فقط لتحقيق الدوري الجزائري، لا بل تحقيق أيضا دوري أبطال إفريقيا بإذن الله تعالى. حتى نتكلموا في الشوط الثاني، حتى ننتقلوا للشوط الثاني. في الشوط الثاني شفنا بان اتحاد العاصمه تقريبا كما نقول احنا بالجزائريه كالما اللعب، يعني كالما اللعب شويه، بدا يستقبل نوعا ما اللعب. وما يخفلكمش انه بن شيخه لاعب سابق ويعرف كره القدم. شفنا انه كان يقول لاعبين تنفسوا شويه، لا تجهدوا نفسكم في كل اطوال المباراه، يجب انكم تسترجعوا شويه انفاسكم. وهذا طبعا يرجع الى خبره وتجربه المدرب بن شيخه كلاعب وكمدرب. اما في الدقيقه تقريبا 82 شفنا بان اللاعب كان لا سجل هدف، وكان هدف التقليص. صراحة هذا ما لم نكن نريده وهذا ما كنا نخشاه. ولكن ما يعجبك في فريق اتحاد العاصمة هو الريفلكس. هذا الريفلكس الذي كان تقريبا في كل مباريات كأس الكونفدرالية. ماذا أعني بالريفلكس؟ الريفلكس هو ردة الفعل. يعني الاتحاد كل ما يتلقى هدف يسجل هدف على طول، وهذا ما يبرز لك شخصية الاتحاد، وهذا ما يأكد لك بأن هذا الفريق يملك شخصية البطل. وهذا ما حدث. يعني في الدقيقة 84 إسلام ميريلي يسجل هدف بعد عمل أكثر من رائع من اللاعب بوسليو، هذا اللاعب الرائع الذي اختلف كليا مقارنة ما كان عليه في شباب بلوزداد. إذا في الآخر يا جماعة نحب نحيي اتحاد العاصمة ونتمنى لهم التوفيق في الجزائر. إن شاء الله يجيبوا لنا كأس الكونفدرالية ويفرحوا الجزائريين، ليس فقط أنصار اتحاد العاصمة، لأن كل الجزائريين اليوم خلف اتحاد العاصمة، هذا الفريق الذي إن شاء الله سيشرف ويرفع الراية الوطنية عاليا. 1 2 3 فيفا الجيري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي أمان الله.